الله الرحمن الرحيم. من هو الزنديق الكافر سعيد عبد الرازق الملقب سعيد؟ هو مواطن مصري مرتد عن الإسلام، وقام بعد ارتداده عن الإسلام غادر إلى روسيا الاتحادية، وهناك بدأ بإظهار تطرفه وعدائه للإسلام ورموزه، وقام في مرات عديدة بالتطاول وإهانة القرآن الكريم وبأساليب قذرة ومختلفة منها دعس وحرق وسكب المشاريب الروحية. وكان يظهر على منصات التواصل الاجتماعي التيك توك واليوتيوب، ويخرج في بثوث مباشرة على منصات عديدة، حيث أظهر عداؤه لكل ما يمث بصلة للإسلام ورموزه، وكان يشتم رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصحابة عليهم السلام. يعني مثلا لما اجي اقول لك ان اله الاسلام، لما اجي اقول لك ان اله الاسلام شر. هذا الكتاب الداعش الارهابي، الكتاب ده مكانه تحت شحطات يوضع فيكم ودكم في الايات الله. كان معكم سعيد محارب الله ورسوله وداعس على امه محمد كلها. شمبانيا لذته للشاربين، نحط شويه على كتاب الله. ده مكانة القرآن الحقيقية وليست له أي كرامة. كريستيانو رونالدو ينفع كلام. دينك رخيص، الله أكبر بتاعك أرخص. ولقد ظهر في أحد البثوث المباشرة على منصة التيك توك وطلب منه حرق صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصورة مفتي الأزهر الشريف عند قيامه بحرق القرآن الكريم. بس اسف عليك، يعني تجيب صوره شيخ الازهر وصوره السيسي كمان جنب القران، واي كلب جنبك يبول عليهم، يفك عليهم خرطوم ميه مع القران برضه. قمنا بنشر هذا المقطع لوجود هذا الشخص في مصر قبل أن يهرب للخارج مرة أخرى.